يعني كنقول بانها ضربه جزاء كانت تاخذ على بطاقه حمراء فتفاجئت. اليوم كانت النتيجه تكون اكثر كما قلت، ضيعنا فرص كثير ولكن حتى الحكم ما كانش موفق اليوم. الحكم كانت هدف صحيح 100%، الهدف الثاني تاع النخلي ضربه جزاء، بالاضافه للطرد ديالي. فانا ما كنعرفش ان الطرد الاحتجاج على ضربه جزاء بطريقه لبقه، يعني كنقول انها ضربه جزاء كانت تاخذ على بطاقه حمراء فتفاجئت. لهذا الحكم لا ما مستهدف ما والو، ولكن الحكم ما كانش موفق اليوم. كوتش هذه شي كيسون بياج نفس الحكم ميم هيستوار، ماشي نفس الحكم، ادى مباراه كبيره خصوصا في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني ما توفقش كما قلت في ضربه الجزاء والهدف اللي كنشوفهم صحيحين. دونك هذه النقطه غادي نحاول انني ما نتكلمش عليها، ولكن كنظن بان يمكن كان واحد التسرع من في الحكم الرابع، لان رشيد احتج يعني بطريقه عفويه على كيف ما تقول اي الجامع ضربه الجزاء، لكن هما فهموها بشي طريقه واحده اخرى، خدا بطاقه حمراء. ما عنديش شي حاجه اخرى اللي نقدر نعلق على هذه اللقطه هذه. نعم الله يبارك فيك. اليوم شفنا ما كان الثانيه من سيناريو ديال العام اللي فات كان يوقع اليوم، ولكن بالنسبه لكم اليوم ما يكونش عامل، واش كان عامل انا ما متفقش معك. كنظن بان سيطرنا على المباراه 90 دقيقه. الا غادي ترجع وغادي دير واحد الاحصائيات غادي تشوف الفريق اللي كان وصل عدد كثير من المرات، سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. حنا القراءه ديالنا انه كانت في الشوط الاول نديروا ضغط عالي، من طبيعه الحال الفريق ما كيدربش، فخاصك تجري الماتش ديالك. بعض الخطرات كتضطر انك دير ان بلوك ميديان، ماشي صافي دير بانك راك عييتي ولا شي حاجه، مي كتستغل السرعات اللي عند اللاعبين. حنا عندنا محراب، عندنا بن قطيب، عندنا كريم البروش، لعابه اللي هما مسرع، فبعض الاحيان كنبغيو نستغلوا ديك الاخطاء التمريرات ديال اللاعبين وسط الميدان ديال اتحاد طنجه باش نمشيو على الاروقه ونستافدوا من السرعه ديال اللاعبين ديالنا. كنظن بان وصلنا العديد من المرات في سميتو مربع العمليات. ما كانش عندنا التوفيق في نهايه الهجمه، ولكن ما كنظنش بان المباراه ديالي ما نقول لك حنا اللي شدينا 90 دقيقه، الفعاليه اللي ما كانش عندنا. كيفاش الاضرابات ديال اللاعبين ما كتبينوش حتى هذه الوضعيه باش نشوفوا يعني فريق اللي شاف الفريق ما تعرفش الاوضاع ديالو، الفريق التمريني واخد في الوجود. شنو هو الميساج اللي كتوصلوا للاعبين باش يكونوا هذا المستوى، لا مع فاس لا مع بركان لا مع الناشئين ديال طنجة؟ شوف حنا اللاعبين قراب لهم بزاف، حنا خوت، ماشي ما عندناش ديك القضيه ديال المدرب السلطوي ولا لا، بالعكس حنا خوت، لا مجموعين بعضياتنا. اللاعبين واخا ما كيدربوش كنعطيهم برنامج ومتابعينهم كل واحد شنو كيدير. الناس اللي هما معقولين ولاد الناس تقاتلوا بينوا على العلو الكعب ديالهم. المشاكل الاخرى كنتمنى ان المسؤولين يسمعوا هذا السؤال ديالك ويديروا حل في اقرب وقت لهذا الشيء اللي